قال: غسل الجنابة في رمضان سمعت أن لا تبقى إلى ساعة قبل الظهر، هل هذا الصحيح؟ لا. الذي يبقيك ساعة قبل الظهر يبقيك ساعة بعد الظهر. ما معنى أن تبقى؟ قالوا له: إذا كانت الجنابة في رمضان خصك تغسل قبل الظهر بساعة، قبل الظهر بساعة. هذا مش صحيح هذا الكلام. الجنابة لا تبطل الصوم، الجنابة لا تبطل الصوم، والجنابة علاقتها بالصلاة وليست علاقتها بالصوم، ما عندهاش علاقة بالصوم، عندها علاقة بالصلاة. فهب أن رجلا صلى الظهر ونام وبقي نائما إلى قبيل المغرب وأخذه النوم، قام قبل المغرب بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع ويريد أن يصلي العصر، فوجد نفسه محتلما وقد بقي هذه المدة كاملة وهو محتلم، هل يبطل صيامه؟ لا يبطل صيامه، لا يبطل صيامه. فتحديدها بالظهر أو العصر غير صحيح، إنما يجب على الجنب أن يغتسل كلما وجد سبيلا إلى الغسل، يجب أن يغتسل لكي يصلي. وبما أن الظهر هي أول صلاة بعد الفجر، فإن الناس يقولون لا بد أن تغتسل قبل الظهر، أي لكي تصلي الظهر وأنت طاهر. فإذا لم يجد ماء وتيمم صلى الظهر وصيامه صحيح. وإن نام بعد الظهر واحتلم ولم يقم إلا قبيل المغرب فصيامه صحيح، وجب أن يغتسل وأن يصلي العصر وألا يترك العصر تدخل عليه صلاة المغرب. إذن الجنابة ليست لها علاقة بالصيام، علاقتها بالصلاة، علاقتها بالصلاة. وإذا نام رجل في الليل واستيقظ في الفجر، ها يا يوسف، وتوضأ وصلى، مفهوم؟ وتوضأ وصلى ثم رجع بعد صلاة الفجر، رجع لداره ونعس مرة أخرى، واستيقظ في العاشرة ولا 11 ووجد نفسه محتلما. فمتى احتلم هذا الرجل؟ ما هو الحكم في حقه؟ هو نام في الليل واستيقظ وصلى وجد نفسه محتلما في الصباح أو بعد الظهر. إلى أي وقت يتحاكم هذا الرجل؟ يتحاكم إلى آخر نومه. فلو أنه نام في الليل ونام في الصباح ونام بعد العصر وما اكتشف أنه احتلم إلا بعد العصر، فهل يعيد الصلاة أو هل يتحاكم إلى ما بعد الفجر أو إلى ما بعد الظهر أو إلى في الصباح أو ما بعد العصر؟ يقول الفقهاء آخر نومه، يتحاكم إلى آخر نومة. هذا إذا لم يذكر، إذا لم يعرف شيئا محددا، لا يدري هل احتلم في الليل، هل احتلم في الصباح، هل احتلم بعد العصر، ما عرفش. ففي هذه الحالة إذا لم يعلم فيتحاكم إلى آخر نومة نامها، فيكون الحكم هو آخر نومة أو آخر نومة نامها.